سميتها شامه درشول عبر شي مدسوسه صهيونيه. اسمح لي سي المهداوي، جبتيها عندك؟ شكون؟ لا شوف ارجوك وما تقلقيش مني. لا ابدا. كتعرفي قواعد المهنه، يكون ضيف انا اتحمل مسؤوليه كل ما ساقول. لا كاينه مسؤوليه ديالي الموقع واخا مسؤوليه من ناحيه. لا يكون شخص هنا حاضر طرف اخر بيناتكم، يغيب طرف، لا نناقشوا افكار ديال الشخص وكذا. لا انا جاي نهضر السي حميد. لا مرحبا، انا ما قلتلكش تهضريش، ولكن غايب يعني نحفظوا الناس كرامتهم ونناقشوا. انا جاي نهضر السي حميد. انا ما قلتلكش تهضريش، كاين فرق. خليني نهضر وخليني نقول اللي عندي، ووقفني الا شفتيني قلت شي حاجه خارجه عن الادله مثلا اي حاجه. لا عندي هضره غادي نقولها السي حميد واتحمل مسؤوليتها. حيت انت ما جبدكش شي واحد عندي هنا. لا ودابا انا جيت عندك باش نهضر. لا بغيتي نمشي. لا غير قواعد المهنه، مثلا تيكون شي واحد جبدك عندك حق الرد. انا جبدني، كاين اللي جبدني هنا عندي انا. لا ماشي عندك. وشنو دابا غنديروا؟ وانا ما جبدكش واحد عندي ولا شي ندخل في هذا. لا ناقشوا افكار مزيان. دابا النقاش غادي مزيان ميسا. انا التحليل اللي درتي انا ما زعما انا عندي شي هضره بغيت نقولها، بغيتي تصنت ليها تصنت، ما بغيتيش تجري عليا قول لي سير بدون جبتي عندك واحد السيده هنايا سميتها شامه درشول. علاش عادي جات هضرات انا بغيت نناقش. اوكي هي ناقشي افكارها. هاد السيده الا سمحتي غير خليني نهضر ونتحمل مسؤوليتي. واخا سي حميد هو غير الا كان معايا شي ضيف اخر مثلا جبد ميسا غنديروا نفس العمليه. دابا شنو بغيتيني ندير؟ نهضر ولا شنو؟ حنا كنهضروا. جات عندك واحد السيده هنا سميتها شامه درشول. هاد السيده انا كنعرفها من 2017. عادي هادشي كيتقال والناس كيجيو يعاودوا القصص ديالهم، انا غادي نعاود قصه وقعت ليا. هاد السيده ما كنتش كنعرفها، تلاقيتها في برنامج ميدي ان تي في في الخرد 2016. عيطوا لي يهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تما، وخدات النمرتي ديال التليفون. في نهايه 2017 اتصلت بيا وتلاقينا في قهوه في اكدال. انا كنت ساكنه في اكدال في الرباط في حدا اوليفيري. تلاقينا وجلسنا انا وياها وبدات كتعطيني مجموعه ديال المعلومات على الحياه الشخصيه ديال عدد المسؤولين كبار في الدوله، على السياسي المنصوري ولا الحموشي، وما نقدرش نقول لك اللي وصلات. تدهشرت لاني غنكتشف من بعد ان هذه هي الطرق اللي هي كتستعمل. كتدهشرك بواحد العدد ديال المعلومات باش من بعد كطلب لك السيفي ديالك. لان انا تدهشرت وقلت لها انت مع من خدامه باش كتعرفي هادشي كله، وضحكات. ومن بعد غادي تتصل بيا باش نمشي لاسرائيل. هادشي عادي حتى لهنا ما شهرت حتى شي واحد كنعاود قصه حياتي. ملي ما بغيتش ورفضت، انا راه ماشي غنحيد الحجاب، انا استغفرت الله نلحد وما نمشيش لاسرائيل. منين ما بغيتش وبلوكيتها وما بقيتش بغيت نهضر معاها، وسولت صحفيين وسولت سياسيين كلشي كيعرفها. كانت خدامه مع الاماراتيين، خدات 800 مليون بها شرات واحد البرطمه ديالها. شنو الدليل؟ دابا خليني نهضر. ولا انا قلت شي حاجه خارج السياق انا كنطلب من هاد السيده تمشي تدعيني. خليني نعاود قصتي اللي خلاتني نمشي نخبر على المغاربه هاد العام، وكلشي كيسول ميسا شنو هما الضغوطات اللي وقعوا ليك. ما يعطيك السر، غير خليني نهضر الا ما عندكش مشكل. لا غير ادله، عرفتي ماشي غير كلام. لا كلام لا خويا. شات هي تلقات كلام على عواهني وقالت لك كاين واحد المجموعه ديال الصهاينه في المغرب كيحاربوا امارات المؤمنين، كاع ما طلبتيها بالدليل. شنو الدليل تقول؟ وخليني نهضر نعاود قصتي. انا قصتي كيفاش غادي ندير نجيب عليها الدليل؟ كون كان عندي الدليل كون دعيتها. السي حميد الله يعطيك السر، كون كان عندي الدليل وكان في التحرميه، كان عندي انا دوك التحرميه ديال سنسجل عباد الله وكان كاردي لي ميساج، كون مشيت للوكيل الملك دعيتها. انا عييت ونتصل بالسيد ناصر بوريطه وزير الخارجيه باش نشكي ليه. هذه 3 سنين وهو يشهد عليا ويخرج يقول ميسا هادشي تقول صحيح ولا ماشي صحيح. السيد ناصر بوريطه انا 3 سنين ولا 4 سنين وانا كنتصل به تنقول ليه بغيت نشوفك، بغيت نشكي لك شنو واقع ليا، راني ما لقيت لما نشكي. علاش بوريطه اختاريتي؟ هو اللي تنعرف كبير مسؤول، عندي النمره ديالو، ما تنعرفش انا ما عنديش داك كونتاكت. وانا ويا كيفاش شنو هي هادشي الخارجيه وحده باغا تديك لاسرائيل. داكور وهي زعما كتطلب لك عبا ما خليني نكمل ومن بعد سولني. نوطي وما تقطعنيش ان هادشي تضغط بزاف. حتى مشيت بحال عام وحتى شي واحد ما فاهم علاش انا مشيت. الكلمه وكمل سمعتي. وجيت باش مرحبا بك عافاك. وخلي لي نوت ديالك وسولني. نعطيك غير مثال واقعه بسيطه جدا. قطعتيني ودابا قطعتي لي داك الانرجي اللي عندي، ما خليتينيش نكمل. الله يرحم والك. حمد جا عندي لهنايا قال هضره على الزفزافي والموساد الاسرائيلي، خرج بوه من بعد كيقول تيقول لي المهداوي انت صحفي، جا السيد تيقول عليه علاش ما سولتيش. عندي حق رد للسي سميتو، حق رد. ولي مسؤوليتي انا لا والله ما مسؤوليتي، انت محاور. المحاور ما عندوش مسؤوليه، انت محاور. هذه لا حيت كيوقع الضرر. ودابا ما هضرتش كاع من الصباح مشيتي تقطعني. قلت لك هادشي اللي عندي نقول ولا نسكت؟ لا ما يسخرش. ما نحضرش جوج نقول او نسكت. قولي انا صافي خليني نعاود نقول واحد المعلومه مهمه. لا ما يمكنش، راه دوزنا بزاف ديال الوقت في هاد لابارتي هادي. الادله ما عنديش. بغيتيني نهضر نعاود قصتي ولا نمشي بحالي؟ دابا خصها ما تعصبوش. دابا انا تنقول لك غنعاود قصتي وهي تمشي تدعيني. صافي انت مخلي المسؤوليه ديالك، انت محاور، انت كتسولني وانا كنعاود. وهي ما بغاش تدعيك شغلها هذاك. ودابا خليني نعاود ولا غنمشي؟ عندك جوج الاختيارات. واخا تفضلي ميسا. حيت انا ما قدرتش نكثري. هاد السيده هادي كانت خدمات مع الامارات وبن كيران كيعرفها. بن كيران كيعرف كاع الناس اللي داو فلوس الاماراتيين في الوقت اللي كانوا كيتصدروا بالاسلاميين في 2016. والمخزن اللي هي تتقول لك تدافع على امارات المؤمنين وكتدافع على الملكيه من الصهاينه المغرب، الملك محمد السادس دافع على الاسلاميين من التدخل الاماراتي في المغرب ومنها ومن امثالها. فهمتي الفكره؟ الملك محمد السادس رفض تدخل الاماراتيين في المغرب وحامى
على الاسلاميين 2016 في 2016 انتخابات 2016 ملي كان بن كيران. انا في 2003 كنت باقا صغيره ما كنت كنعرف والو. خلينا نكمل الله يرحم الوالدين. في 2016 الانتخابات ديال 2016 ملي كان غيعاود يطلع بن كيران، كانوا الاماراتيين تدخلوا من الربيع العربي باش يمنعوا صعود الاسلاميين. هما تدخلوا باش طيحوا مرسي في مصر، تدخلوا باش يحيدوا الاخوان من تونس، بغاو يتدخلوا باش يحيدوا الاخوان اللي يطلعوا في ليبيا، وكانوا الاولين تدخلوا في المغرب. ومع العلاقه ديال القرابه الاسريه والعائليه وديال الصداقه اللي بين الملك وامراء الامارات، ومنع وقعت ازمه دبلوماسيه بين المغرب والامارات بسبب حمايه الملك محمد السادس لاسلاميي المغرب وللمسار الديمقراطي والانتخابات المغربيه. ورفض ان فلوس الامارات يتخدموا في انتخابات 2016، ويعني الملك حمى المغرب منها ومن امثالها. وبن كيران عارف بصح ما خلاوش بن كيران يطلع وداروا له البلوكاج، ولكن العداله والتنميه بقاو حتى الانتخابات مؤخرا. من بعد منين الاماراتيين عرفوا بانها هي غير بروباغانديست، غير كتكذب وما عندها حتى شي تاثير على الراي العام المغربي، ودات الفلوس ولا بغات تدعيني تمشي تدعيني، مشات خدمات مع اسرائيل ولات الدور ديالها وسميتها عند الموساد الاسرائيلي شاكو، تعيطوا ليها باسم حركي. وجات عندي الله يخليك حيت انا تظلمت وكليت الدق وكليت العصا، و5 سنين وانا كناكل العصا وكنشوف السيده خارجه كتدافع على فلسطين وما فهمت والو. المخ ديالي وقف، بديت كنقول واش حنا في هذوك السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق؟ واش حنا في هذوك السنوات الخداعات اللي صهيونيه عامله الموساد خارجه كتدافع على فلسطين؟ انا هاد السيده هذه اللي تنشوف انا ولينا في هاد السنوات الخداعات اللي عامله ديال الموساد جاي كتدافع على فلسطين وكتقول لا حول ولا قوه الا بالله حيت فقدات الصفقه. انا كليت فيها الدق يا حميد، حتى شي واحد ما عارف انا هاد ال5 سنين اللي دوزتها. لا شنو درتي؟ انا تضغطت بزاف وعمري ما قلت هادشي لشي واحد. ملي ما بغيتش نمشي معاها وبلوكيتها ما بقيتش كنجاوبها، تنشوف الدق كيجيني من كل طريق، كنشوف هذاك التحفه اللي انا ما تنعرفوش. انا غنسمي وانت ابرئك من كل شيء. لا خرج وجبدني بالاسم وتيقول هذيك كنعرفها. انا فين كنعرفو؟ انا ما تنعرفوش، ما عمري ما جبدتو، ما عمري ما هضرت عليه، ماشي مستوايا، ماشي نفس المواضيع اللي كنناقش. هو كيناقش دنيا باطمه وحمزه من بيبي وداكشي، وما عمري عرفتو قبل ما يهضر عليا، حتى نصيفطو لي الفيديو ديالو في واتساب. صافي خلينا واخا كمل. لا نكمل لي انا هي اللي دارت هادشي، هي اللي سولتيني شنو دارت لك. انا ماشي ضد، انا غير داك اللي غتجبديهم خصهم حتى هو حق الرد، خصهم يردوا راهم تيعرفوا يردوا، البلطجيه وكيعرفوا يردوا على راسهم. خرجاتو خلصاتو وخرج تيقول هذيك بيسه مصاحبه مع فؤاد علي الهمه، مصاحبه مع الشرعي، تدور عند عباد الله وتتقول لهم عيطات ليا ميسه وهي كانت كتبغي الشرعي وكتبغي الهمه ومجندها الحموشي ومجندها العنيقري، وتتشوه لي السمعه ديالي بواحد الطريقه ديال القتل المعنوي والتشهير والترهيب. هذيك هي لا ميثود ديالها حميد، هذيك لا ميثود ديالها، هذيك الطريقه باش مدربينها الموصد وباش هي خدامه وجات دارتها عندك في هذا البرنامج. دخلات ودهشرات عباد الله بالمعلومات اللي محفظينها. واش كاين شي حد هو خبير في القوى الناعمه؟ واش عباد الله هذه خبره هذه تتقال؟ عمركم في حياتكم الصحفيين المغاربه اللي كيكتب كان ناطق بالعربيه وفرنكوفونيين والوزراء والبرلمانيين ومستشاري الملك وكبار خدام الدوله والامنيين، عمركم في الحياه سمعتوا شي حد خبير في الخدمات العسكريه والقوى الناعمه؟ حتى شنو هذا الشيء هذا؟ وخبيره في الزبور والتلمود والانجيل والتوراه، وخبيره في العقليه الاسرائيليه وفك شيفارات الراي العام الاسرائيلي، وخبيره قاريه في جامعه سيدنا سليمان مع الجن الغواص. حتى في القريه هذه شنو ديبلوم عندها شركه لا كومونيكاسيون كتبزنس بها على عباد الله، واللي ما بغاش يمشي معاه لاسرائيل وما بغاش يتجند كدير ليه القتل المعنوي. من بعد ما جات عندك دارت معاك لا ميثود اللي دارت ليا انا، دهشرت المغاربه بالمعلومات ومشات لاباج ديال هذا الفيسبوك وقالت للمغاربه انا غادي نجندكم حرفيا، غندرب شنو سمات طير الابابيل، صيفطوا لي السيفيات ديالكم وغنجندكم على التضليل الاعلامي حرفيا. كتباها نواخ سوق بلان في لاباج ديال الفيسبوك، هادشي انا ما جبتوش من راسي مكتوب، دخلوا البروفيل ديالها تقراو. مور ما جات عندك ودهشرات الناس ودخلوا عندك يقول لها برافو عليك كتحاربي الصهاينه، قالت لهم صيفطوا لي السيفيات ديالكم نجندكم للتضليل الاعلامي، مدربينها انك الا مشيتيش معاها لاسرائيل تتقتلك معنويا بالتشهير. ومخرجه لي واحد اخر تيقول ميسه مجندها العنيقري. شكون هو العنيقري؟ انا ما عرفتوش، حتى بديت كنسول الزملاء ديالي تنقول لهم شكون هو، قالوا لي هو اللي قبل الحموشي. قلت لهم انا ملي بديت كنكتب كنعرف غير الحموشي، ما تنعرفش انا شكون كان قبل منه. علاش ما قالتش جندها الحموشي؟ خافت منه، فهمتي كيفاش؟ يعني خفتي تلصقيني ليه ويقول لك كيفاش انا ميسه ما تنعرفها ما تعرفني، لصقتيني بشي واحد قبل منه مات.
يعني 5 سنين السي حميد علاش انا جيت عندك اليوم؟ انا كان ممكن ندير فيديو ديالي ونخرج لاباج ديالي في فيسبوك ونهضر، ولكن لان انا عرفت غادي نسولوا بعض. مثلا هاد السيده دارت الحوار عندنا مثلا هذه شي 15 يوم، انت ولا بعض الاخوه اللي خرجوا كيعطاكي؟ لا ما عطاكيتهاش. لا علاش دابا بالضبط؟ لان 15 يوم علاش في الاول الا كان موقف منها هذا خرج الفيديو ولا غدا ولا بعده؟ علاش تسنيت؟ انا ما نسمعش حتى الفيديو ديالها خدا مشاهدات. لا انا بديت كنعيط للناس اللي كنعرف نخرج عندهم حوار، عيطت لرمضاني وعيطت ليك، ما بقيت كنقلب على الناس التليفون. لا ماشي خاف، قال لي غادي يسحبهم انت معانا في المجموعه لان هما هي محاربه معاهم، غادي يسحبوا معانا. وهي داكشي اللي ديما لصقات انني انا خدامه مع الهمه وخدامه مع الشرعي وخدامه مع الحموشي. قالوا لكم الهداوي افضل؟ لا ما قالوا لي، انا ما قلتلهمش. لا ما قلتليش انا لا ما بديتش برمضاني، بديت بواحد الشخص ما نقدرش نقول لك في شي قناه. شنو قال لك؟ قال لي ما قال لي والو، قالت لي مرحبا غادي يعطوني واحد قال لي مرحبا غير كان خفت عليك ميسا لان انا مضارب معاها ويقول انت معنا في المجموعه، وهي داكشي اللي بغات تلصق. هي ديما بغات تلصقني ليهم وبغات تلصقني المخابرات وبغات تلصقني فلان. ابدا انت حبيبي وصاحبي وخويا وغير عيطت لك وحنا مدابزين وقلتي لي اهلا اختي ميسا كي دايره لاباس. قلت شتي الحقد ما كاينش القلب، انا وياك دابزنا عمرنا ما شهرنا بعضياتنا. شوف خليني نكمل لان ما كملتش. الضغط اللي كدير على الانسان انها كتبقى تشهر به باش نقول لك واحد الحاجه، هذاك التحفه اللي عطاتو الفلوس وقالت له خرج قول على ميسا ماضيها اسود ومصاحبه مع الهمه ومصاحبه، ما قالش على راسو علاش؟ شكون اللي عطا الفلوس؟ هي ما قال تمشي تدعيني تمشي تدعيني ما قالش نقول لك ما سولهاش علاش. انا نعطيك سؤال اخر دابا واخا نسولها ما قاليش نسولك سؤال اخر. ما سولوش هذوك الناس اللي كيدخلوا عندي تيقولوا لي جندك العنيقري انت مع الهمه انت مع الشرعي، ما تيتسالوش علاش ميسا كيضربوها الضرب؟ شنو ما قبلوش اخي ميسا والله ما عمرش يدف عليا، ما عمرش يستحال عليا. لا انا علاش دابا انت رغمها حنا دابا باش تعرفي سي صدر انا ما نقبلش واحد كيس كميسا نقول هذيك. وخاصك ملي دير لك هكاك وتقتلك معنويا ويتكشكشوا عليك الناس جوج حاجات، اما كتمشي بحالك بحال اللي درت كسر عليا الضغط وعييت ومشيت بحالي القتل المعنوي، اما كتعيط لها في التليفون كتقول لها لاش بغيتي عندي تقول لك يلاه. هذاك هو لا ميثود ديالها. انا تنقول للناس اللي صيفطوا لها السيفيات ديالكم ردوا البال الله يخليكم، سيروا تبعوا داك الايميل اللي صيفطوا لها فيه السيفي بايميل قولوا نتراجع عن استعمال معلوماتنا الشخصيه وبيعها. السيده كتخلص بالشكل وعندها اسم حركي في اسرائيل سميتها تشاكو. شكون اللي كيقول هادشي؟ انا مشيت قلبت وبحثت على راسي ونقول لك علاش عمري ما خرجت قلت هاد الهضره قبل، لان الناس ما كانوش كيعرفوها. بقيت كنقول ميسا غتخرجوا وغتقول لي المغاربه انا راني عليا الضغط، غيقولوا لك من نقول لهم واحد السيده سميتها شاما درشول مع اسرائيل وغيقولوا لي اختي شنو كتخربقي علينا شكون هذه وهي ما معروفاش كاع حتى حد ما كيعرفها. سبحان الله العظيم خرجت راسها براسها من الجحر. هي جات وتبانت وقالت لهم انا كنت مع ديفيد غوفرين وانا اللي جبته. هي اللي كانت مع ديفيد غوفرين، هي اللي ضربت على الصفقه انه تجي دير لي التواصلات شي خصو دايرين راه مصوره معاه وراه الشركه شاده بالشكل شاده الفلوس. هي اللي جات دارت ليه التواصل. اختي انت ملي عرفوهم كيضربوا امارات المؤمنين وملي عرفوهم ضد امارات المؤمنين علاش مشيتي كتجي اختي الصفقه الوحيده ديال التطبيع وادخال التطبيع للمغاربه؟ ونزيدك حاجه اخرى من مور ما جات عندك البرنامج ياك هي الفدائيه ديال الشيخ ياسين الله يرحمه بزاف عليها مشات كتبات بانها ضد التطبيع ديالاش ديال البيزنس، ولكن هي مع التطبيع الامني العسكري حيت ما تقدرش تقول من غير داكشي حيت معاهم. شنو هي التطبيع الامني العسكري؟ يعني حنا بقاو متعاونين عسكريا مع اسرائيل، يعني حنا اللي كنقتلوا خوتنا في غزه. حتى شنو هادشي؟ حتى شنو هاد التلاعب بالعقول؟ وشنو هي الضربه اللي دارت عبر المورال عندك السي حميد واللي جيت نفضح وانا كاع الى الجحيم؟ يلا انا كليت الدق مشيت بحال عام وما سول فيا حد. ولكن هي شنو جات تتمرر وشنو جيت انا نفضح حقا وحقيقه انها دوزات الانتباه ديال المغاربه من اننا كلنا نتضامنوا مع خوتنا الفلسطينيين ضد العدوان الصهيوني. لا ياش وليتي كضرب انت ورمضاني والخارجين المغاربه هازين شعارات ضد الشرعي والشرعي خدام معاهم مخزن. انا نقول لك واحد الحاجه الله يعطيك الستر سمح لي غادي نعطيو واحد النقطه جد مهمه لاكاريير ديالي لهاد ميسا سلام الناجي اللي كتشوف. اخويا كتلصقوني انا مع الشرعي ومع المخابرات، انا كمدونه ما عندي لا علاقات لا كنسافر لا كنمشي لا كنجي لا عندي انشطه. انا عندي حاجه وحده صفحه الفيسبوك. الا كتلصقوني انا مع المجموعه ديال الشرعي ومع المخابرات فاش غيستافدوا مني؟ حاجه وحده انني نروج لافكارهم. انا عمرني روجت الافكار ديال الشرعي، انا اختلفت مع الشرعي في كل الحملات الانتخابيه لان المجموعه ديال الشرعي كانت ضد الاسلاميين وهي مجموعه حداثيه وتقدميه وباغيين حقوق المراه وباغيين الحريات الفرديه وكنعرفوا التوجه ديالهم وحاربوا الاسلاميين. ولكن انا كنت ضد القاسم الانتخابي، كنت ضد مسيره ولد زروال. انا ما تنحملش الاسلاميين وتنتقدهم علاش داكشي اللي دار بن كيران الشعب على الملفات اللي مرر ضد الطبقه المتوسطه وضد العمال والشغيله وضد الفقراء. ولكن عمرني ما قبلت ان يتم اسقاطه عبر مسيره ولد زروال عبر الياس العماري. كنت كنسمي هما تنقول لهم تجار الدين والياس العماري تنقول ليه تجار الحشيش. ملي خرج رمضاني وخرج دافقير وخرجت المجموعه ديال الشرعي تطالب بعدم باننا ما نديروش انتخابات ديال 2021 قال لك بسبب كورونا والملك اختار وزراء تكنوقراط وسموها حكومه وحده وطنيه. نسفت لهم الفكره نسفا وبشهاده العداله والتنميه وخرجوا كلهم كيصفقوا عليا. سميتها حكومه المشاوريه
عقلتي على هذه ولا ما عقلتيش؟ والمشاو لي شكون هما دوك اللي كيوقفوا في المشوار السعيد في القصر وتيبداو يقولوا الله يبارك في عمر سيدي. قلت له لا، الملك اختار غير هذوك احسن، ولا ياخذ القرار وما يقولوا الله يبارك في عمر سيدي، بلاش كاع حكومه التكنوقراط. الناس صيفطوا الفكره نسفا. انا ضد المقاربه الامنيه في مواجهه الاحتجاجات وفي مواجهه المحتجين وفي مواجهه الصحفيين. انا دفعت عليك ملي كنتي في الحبس وبكيت، ودفعت عليك ملي قلتي السلك ديال السنان كتخسر وما بغاوش يديوك الدونتيست وقلتي ظهرك كيضرك. عقلتي على هذا الشيء كله؟ دافعت عليك مرارا وتكرارا، ودافعت على ناصر السفزافي والى يومنا هذا كندافع عليه وتنطلب اطلاق سراح المعتقلين. انا كنت ضد التشهير بوعشرين اللي ردوه مغتصب قبل القضاء ما يحكم. كنت ضد اعتقال سليمان الريسوني بديك الطريقه اللي الموقع ديال اللي الموقع ديال البوليس كان واقف قبل ما يجيو البوليس، واللي ما بغاوش يجيبوا العساس ديال العماره يشهد. انا كنت ضد الطريقه باش تعتقل عمر راضي اللي جات البنت عنده لاكاف ديال الدار ديال علي عمار وفاطمه الزهراء مراته. انا كنت ضد التعريه اللي عراو محمد زيان في شوف تيفي، وقلت كيفاش ما يتحاسبوش شوف تيفي اللي عراوه بديك الطريقه وتحبس فقط لانه هضر على البنيه السريه وهضر تيشبع، ما شهر باعراض، ما قص عباد الله، ما دار حتى شي حاجه يناقش بنيه الدوله من حقه. وانا كنت ديما ضد مجموعات الشرعيه في هذا الشيء. عطيني سؤال. مرحبا. هذا الشيء اللي قلتي مهم بزاف. مرحبا. واخا هاد الشعارات اللي طرا دابا في طنجه وفي كذا ضد بعض الزملاء، واللي حنا تحفظنا على ديك الشعارات طبعا كما انت تفضلتي وما عجبكش الحال، ولكن هذه فكره مهمه. هاد السيده اللي كتقولي الشام دار شغل، انا ما غاديش ندخل، انا غادي هي حتى الحق الرد ديالها مكفول من بعد تجاوبك ولا تدعي داك الشيء شغلها، انا ما غاديش نوب عليها. يا ربي تعيني. لا متاكد انا ما تربحكش هذا القضاء. عندي سؤال. لا ماشي في هذا القضاء، في انسانه مظلومه، هي راه عندها اخوها في القصر. لا لا غير نقطه، هي عندها اخوها في القصر. هي عندها اخوها في القصر. شكون كيحميها؟ ما كيهمناش. شكون ملي تعرضت لي انا شكون حماها؟ انت دابا اللي كتقولي لي بغيتي شكون كيحميك دابا؟ انا ما عنديش خويا يا ربي، انا واش ما عنديش خويا في القصر ما عنديش خويا في القصر دافع عليا. ما عارفينش لا توري. انا عارفه شوف انا صحفي، انا عارفه كنخافوا من شي واحد. انا عارفه السي حميد. واخا لا ما الله يجازيك بخير، الله يجازيك. يلا كملي السؤال. مهم حيت دابا راه تسلطتي الضوء على نقطه جوهريه. شوفي واش جبتي هذه تعرى هذه في المحاكمه. اذا هذا التشهير وهذا المس اعراض الناس اللي كان امام اعين السلطات والنقابه ديال الصحافه كانت معاهم واحد الفكره مهمه على النقابه بحيث البعض يقدر يفهم. انا ماشي كنربا ولا عبد الله البقالي عارف هو شخص محترم، والله اللي يعطيني شي حاجه يزيدها فيه، ولكن احترمه كنعرف. ولكن النقابه فيها اشخاص، فيها ضغوطات، وكاين احزاب سياسيه، وكاين حيت كاين مثلا ملي كيتقاس مؤخرا شفنا النقابه ضربت مع الشرعيه ومع الرمضاني، وهذا واجبها برافو. ولكن هذا الشيء اللي تفضلتوا به تيتعرى انسان في موقع عريان لا تتحدث النقابه، وفي الصحافه كتنشر النقابه ما سكتتش. شنو الفرق بين كرامه الشرعي وكرامه هذاك الشخص؟ واخا نختلفوا مع الشرعي ومع الزيان، خاص تكون المبدا. انا بغيت تسلطي الضوء على هذه النقطه. علاش سكتنا كنقابه وعلاش سكتنا حنا كصحفيين وكمجتمع على علي وفلان بوعشرين ديالك تقطع راسو، قال لك راسو يتقطع ولعبوا به الكره ولا ما عرفت شنو، وانت واحد المهضر. علاش بالضبط دابا هذا الشيء كيفاش كتفسير هذا التشهير؟ انا ماشي نقولوا شامه لا شامه هي اللي دارت هذه الفتنه، لا سمحي لي هذه الفكره خصها توضحها مهمه. هي اللي دارت شامه لا، والشامه هي اللي عرات زيان. لا ما علاقه زيان، لا علاقه خصنا نديروا هذه هي جات ودارت واحد الضربه ديال الموساد في المغرب كترمي بذره الخلاف خلينا الله يعطيك السر غير ملي تعطيني سؤال نجاوب، ومن بعد اختلف معايا وغوت ودير اللي بغيتي، ولكن خص المغاربه يسمعوا الاجوبه ديالي. جات رمات بذره ديال ان داك الصراع اللي واقع بين فلسطين واسرائيل يتحول بيناتنا حنا المغاربه، ولاو الناس خارجين هازين شعار ضد الشرعي وضد الرمضاني. انا ضد الشرعي وضد الرمضاني 180 درجه، عمري ما اتفقت معاهم في شي فكره. الشرعي والرمضاني عمرهم شهروا بيا، عمرهم ما شهروا بيا. اللي تيشهر هو قلتي لي ما جبتيش اسماء، شهروا شفتي ولكن شهروا بخير. عمرهم ما شهروا المجموعه ديال الشرعي الاحداث المغربيه. الشرعيه تبرع من الاحداث المغربيه. انا مش عباد الله، انا ما نهضرش على الرمضاني. رمضاني لا لا الشرعي لا الاحداث المغربيه تبرع من الاحداث المغربيه. انا شهروا بيا الاحداث المغربيه. انا هذاك التفكير ملي قلت واحد لا غير تسلك ليا. لا راه قلتي ما قلتش عمرهم شهروا. لا المجموعه الشرعي علاش انايا باقا اون كونتاكت مع الرمضاني وما كون قاطعته من زمان. الشرعي انا المجموعه ديال شو سميتها جريده الاحداث المغربيه، نهار خرجت وهضرت على هذا الموضوع، ما عرفتش شفتيه ولا ما شفتيش، وهضرت على الصحافه في المغرب وقلت لهم صحافه التشهير وصحافه البوليس وصحافه الاجهزه. عرفتي شنو خرجت كتب فقير؟ قال لي ما لقيتيش انت شي جهاز اللي يسكتك بالايحاءات الجنسيه. نسمي غير قولي نسمي، انا جايه باش نسمي وجايه باش ناخذ راحتي عندك السي حميد. زملائنا عاوتاني غنسمي انا بس ماشي نقول عليه نهضر ونسكت. لا ماشي وانا تنعيط للشرعي وتنصيفط له مساج، واخا ما كنتش كنهضر معاه من ايام تحرك الريف، لانه هو كان ضد انني ضد ماشي غير هو عدد من الناس عيطوا لي ديك الساعات وقال لك ما تدافعيش على ناصر السفزافي. عدد ديال الناس وكان الشرعي واحد منهم. علاش؟ فكره وحده كانت عندهم ان داك الشيء كبر مني وكبر من ناصر السفزافي وداخلين فيه مافيات ديال المخدرات وداخلين فيه الناس ديال هولندا، وانا ما غنعرفش فيه. ملي مشيتي للحراك تما بدا الاعتداء؟ لا ماشي تما بدا الاعتداء، تما انا قطعت من ناحيه ما عمري عاودت دزت في دوزام ولا في ميدي ان تيفي ولا عمر شي حد عاود عيط لي شي ندوه، ولكن ما تمش التشهير بيا. تم التشهير بيا ملي لقيت هذيك السيده
الشرعي انا ما عاودتش هضرت معاه وما عاودتش هضرت مع عدد ديال الناس من حرك الريف منين تشديتي، ولكن عمرهم ما شهروا بيا. ملي تيشهروا بيا الاحداث المغربيه وكنصيفط ليه ميساج نقول له الله يرحم باك شد عليا هذوك الصحفيين ما غنخرج في فيديو، يتبرأوا منهم تيقول لك انا عندي راس المال ديالي في الاحداث المغربيه ولكن ما كنتحكمش في الخط التحريري وما يمكنليش نعيط للغزيوي ونقول له كتب هضره كيقول لي انا هذه هضرته دائما. ولكن هو في لوبسيرفاتوار دو ماروك ولا في ميد راديو ولا في كيفاش عند رمضاني عمر شي حد ما شهر بيا. داكشي علاش بقيت علاقه طيبه مع رمضاني مع اختلافي معهم. ولكن كنخاف تكوني ظالمه شامل تكون شي يدير هذا الشيء. سؤال خليني نسول كيما نخاف على شي واحد يكون انا ما جاياش تنعطي افتراضات ولا تنتهم، انا جايه تنعطيك الحقائق. علاش غنقول لك كيما كتطلب مني انا ما تنعطيش افتراضات. عندك سؤال انا ما تنعطيش افتراضات وما تخلينيش نكمل الافكار. لا كملتي ماشي والله سيدي ما كملتش. والله سيدي كملتي وقلتي وصلت. لا مازال ما كملتش. سؤال قولي اللي بغيتي. واش ما كتخافش؟ سؤال اختي مرحبا انا تنتصنت لك. شوف سؤال بسيط جدا. دابا خليك دابا شيماء جات لهذه القناه هذه ودارت مجموعه من التصريحات بغض النظر هي على شخصها وهادشي اللي تفضلتوا به هذا النقاش، ولكن لا هذا هو النقاش. واخا هذيك النقاشات اللي دارتي يا شيماء عندنا كان عندها اثر كبير في الشارع وفي القنوات وراه شي تفاعل كبير معاه. واش دابا كاين اللي غيشوف ماشي كنقول لك انت ماشي لا ما تقوليش الله يعطيك الصراحه في هادشي السؤال. لا اسمح لي جات دوزات فكره وحده وانا غادي نسفها لك دابا. لا غير خليني نكمل وجه الله لا ما تعطيني نقول لك هذه الفكره هذه. جات دوز فكره واحده مصيفطينها الدوزه من اسرائيل، هي ان كاينه واحد المجموعه ديال اليهود الصهاينه هنا في المغرب ضد اماره المؤمنين وضد الملكيه وباغيين يشتتوا المغرب. واحد من هذوك الصهاينه هو الشرعي. وجه الله كاين شي صهاينه في المغرب تيهددوا اماره المؤمنين وكيهددوا الملك محمد السادس. نسولك انا ما جاوبتش. هو دابا الشرعي تيقول كلنا انا غنشرح لك وانا غادي نشرح لك مزيان اللي جبنا هذه النقطه هذه ممتازه. دابا الملك بالسلطه اللي كيخول ليه الدستور رئيس الجيش وامير المؤمنين، وانا غنهضر لك عليه كشخص بالبزنس ديالو بالليزاليه ديالو حلفائه داخل المغرب. غير تصنت لي هذه الفكره سهله. حلفائه داخل المغرب وخارجه الملك محمد السادس هذاك الراجل اللي النفس ديالو هنا وما تيبغي يحضر شي مؤتمر دولي تيكون هو وسط من في الصف الاول وسط من قاده الدول. واذا كانت شي تظاهره خص المغرب اللي ينظمها ويجي هو بالعز ديالو وبالنخوه ديالو يدخل. الملك محمد السادس اللي عنده خوتو كيحميو العرش وكيحميو اماره المؤمنين. كنهضروش فقط على الشخص محمد السادس ولا خوه الامير ولا رشيد ولا لا مريم ولا لا اسماء ولا لا حسنه ولا البزنس ديالهم وحلفائهم والقوه والنفوذ اللي عندهم داخل المغرب وخارجه، ولاد عمه ولاد خالته والله سنكمل والعائله العلويه كلها بنفوذها بدواوينهم بفلوسهم والديوان الملاكي بمستشاريه فؤاد علي الهمه بالماجدي بالطيب الفاسي الفهري بالزناضي باندري ازولاي بالمؤسسات اللي كتحميه الجيش والبوليس والسيمي والدرك ولاد جاد المخابرات الداخليه والخارجيه والسانكيام بيرو والحلفاء ديالو اللي بزنس مان اللي مدورين به كيهددوا. شكون هو؟ الشرعي. كيفاش؟ هاد المخزن كله هاد الهيلمان ديال النظام الملكي المغربي كيهددوا شكون؟ الشرعي. هو اسرائيل اللي كتقولها هذاك محاوله زرع الضعف. ودابا نشوف ودابا خليني نكمل الفكره الله يرحم لك. لا ما تخوتيش عرفتي. لا ما تخوتيش عليا ولا مازال ما كملتش الفكره. شي اسرائيل صيفط شامه. ايوا يمكن غنديروا محاوله زرع فكره. ايوا الشرعي معامل. الشرعي مع المخزن ماشي كلنا اسرائيليون. هما اللي تيحركوه. تيقولوا قول كلنا اسرائيليون. انا غادي نشرح لك. المخزن هو كيقولوا قول كلنا اسرائيليون. المخزن اخطبوط وعنده يدو مع كل الجهات. عنده شعرة معاويه مع كل الدول. عنده الناس اللي خدامين ليه في اسرائيل وهو الشرعي. انا ملي خرجوا التسريبات ديال كريس كولمان في 2014 عقلتي عليهم السي حميد. هذاك الموقع ديال تويتر اللي خرج اللي سميتو كريس كولمان وبيراطا كاع لي كونت ديال لي زيميل ديال لاجاد ومنهم ديال مبارك بوعيده وديال عبد الملك العلوي وديال مولاي احمد الشرعي وتكتشف انهم كلهم خدامين مع لاجاد وان الشرعي صافي داكشي صحيح. وراه السي علي عمار هو اللي لا كنصور انا تنشرح حيت كيقول لك هادشي في فرنسا. لا فرنسا لعبت واحد لا صحيح لا صحيح تبيراطاو والسي علي عمار تكلف. اذا رمضاني خدام مع لاجاد خدام مع الشرعي والشرعي خدام مع لاجاد. خدام مع لاجاد ديال المخزن الشرعي. وانا نقول لك واحد الحاجه والسي علي عمار خرج دار الاوثنتيفيكيشن ديال لي زيميل انهم بصح هذوك لي زيميل ديال ياهو. والسي علي المرابط خرج هضر على المتن ديال لي زيميل. ماذا اكتشفنا؟ ان الشرعي لا يتحرك الا باذن المخزن. عرفتي اش كيكتب لهم في الايميل؟ انا غادي الميريكان قطعوا لي البي، انا جالس في سوفيتال في اسرائيل ريزيرفيو ليا، انا غدا غنتلاقى كوشنر شنو سميتو جاريد كوشنر في القهوه الفلانيه عطيوني باش نخلص القهوه. كلشي كتخلصوا الدوله. هو شعرت معاويه بينهم وبين اسرائيل. نهار اللي بغاو يقطعوا العلاقات هو غيقطع النفس بحالو بحال العدل والاحسان. العدل والاحسان ما غنقولكش خدامين بطريقه مباشره ولكن خدامين مع المخزن. وانا غنعطيك الدليل
شكون اللي ما خدمش مع المخزن؟ العدل والاحسان. هو العدل والاحسان ماشي مع المخزن، الاخر ماشي مع المخزن. كيف العدل انا قلت لك معاه مع المخزن معلوم. ونقول لك شكون قالتها؟ بنت الشيخ ياسين ملي كانت باغا تدفن امها الله يرحمها وما خلاوهاش تدفنها حدا باها. قال واش بغيتي دير لنا هنا مزار تدفني امك حدا باك وديروا لنا القبه وتبداو تجي الزوريات وقفلوا المقبره كتغوتوا الفيديو كاين في يوتيوب ونجبدوا لك. وقالت لهم حنا اللي عاوناكم في 20 فبراير وعيطتوا لنا قلتوا لنا دخلوا صفيو الشارع ودخلنا بحالاتنا وخلينا لكم غير الشراكه الموحد اللي خارج. تيخدموا نشرح لك خرج بلاتي هذا هو المشكل. قراءات خرجوا دخلوا هضروا اذا حنا غير نكمل الفكره ما كملتش. لا كدوزي اساءات خطيره ماشي اساءات بالعكس جماعه ممانعه. لا بالعكس خلينا الاستاذ لا بالعكس اذا جماعه ممانعه العدل الاحسان ما كاينش. لا ما كاينش جماعه معارضه. داكشي اللي قالوا لهم لا ما قالوش ليه. خرجت الحلقه ديال الحوار. علاش خصنا نضربوا اخويا بيناتنا في المغرب؟ خصنا يكون هذا ما يسواش. علاش هذا خصو يكون ما يسواش؟ هو انت الاحسان خارج من كونيكتي. انا نقول لك واحد الحاجه المخزن اخطبوط وكل شيء كل شيء يخلي كل شيء ماشي بالضبط. خلينا نكمل. لا بالعكس لا بالعكس المخزن اخطبوط. المخزن اخطبوط يديه في كل الاتجاهات. الا تضربت اسرائيل كيخرج وتقتلوا المدنيين في اسرائيل كيخرج الشرعي كيتضامن معاهم. ملي تضربت غزه عطاو لوطوريزاسيون للعدل والاحسان خرجوا قالوا كلنا حماس. المخزن خصو يخلي بلاصتو مع الجميع وما يخسر بلاصتو مع حتى شي جهه وما حتى شي نظام. خدماهم كلشي كيخدم مصلحه المخزن. ما تقوليش انا الشرعي خدام مع اسرائيل. الشرعي خدام مع المخزن في اسرائيل باوامر المخزن. طبعا هو عنده هامش الحريه يقدر يكون ولاتي. طبعا هو عنده هامش الحريه يقدر يكون صدمهم داك ما قال كلنا اسرائيل ولكن كيخدم في الموقع ديالو. غنسولك دابا هادشي الاخ ديال ديك يعني باش انت باش تجي وتضرب المخزن في المخزن وتخلي محاولات وانا نبقى بحال شي قاعد كوكا. اعوذ بالله. ولا الاستاذه ميسه ولا دوازتي ميساجات ديالك خلصوا. دابا انت مشي معاك واخا ما بغيتش تجبد هادشي ولكن جبت السميه. هذيك السيده قلتي خوها في القصر وسيدي الله يرضي عليك. راجل خدام في الداخليه. انا ما تنعرفهاش مجوجه. خلينا اختي الله وانا كنعرفها مجوجه. انا كنعرفها وخلينا الله يرضي عليك. نسولك سؤال. ولكن هضر معايا حدير انا وياك ماشي فيها صراع. انا ماشي صراع. لا انا ماشي في صراع. لا الصحفي كيدافع عاوتاني. شوف انا محاور عاوتاني كاين حوايج دار بلاد نحافظوا عليهم. لا نحافظوا عليها. انا مع بلادي وضد اللي صراع بيد درت الفتنه وسط المغاربه. اي اسمعي نسولك دابا راجلها خدام في القصر واخوها في القصر وراجلها في الداخليه. واش تعتقدي شي وحده اخوها في القصر وراجلها في الداخليه غتخدم اجنده اسرائيليه ودير فتنه وسط البلاد؟ هذا سؤال. هل يعقل اللي اخوها في القصر وراجلها في الداخليه اش كانت كدير في اسرائيل وكتدير الوفود لتما؟ علاش جات بغات تدليني؟ وخلاو دابا السؤال انت ما غتخلينيش نجاوب وتدير المحامي. لا سؤال سميتها ريتوريك كويستشن. ما خصكش تجاوب على هذا السؤال. هادو المشاهدين هما اللي غيجاوبوا عليه. هل يعقل اللي عندها راجلها في العرس وخوها مول الدجاج مول الباش اش كانت كدير في اسرائيل؟ شكون اللي خوها مول الباش؟ شنو باش؟ خوها راجلها مول الباش تيضحكوا زعما مول ما تيجي والو في العرس. كيقول لك علاش داخل العرس يقول لك خليني نهضر الله يعطيك الصحه ونجاوبك على السؤال بطريقتي. اش كانت كدير في اسرائيل وعلاش كانت كتدير وفود وعلاش كانت كتخلص بالشكل وعلاش جات بغات تديني ملي ما بغيتش نمشي معاها 5 سنين وهي كتضرب فيا وكتمارس القتل المعنوي اللي مدربينها عليه والتشهير. وكيف ما كتبت نواغ سوغ بلون في البروفيل ديالها اجي وطير الابابيل ندوز ندربكم على اعلام التضليل وعلى البروباغندا. اش كانت كدير بفلوس الامارات؟ علاش بداتهم بلا ما تادي حتى شي ريال للدوله من الضريبه؟ كيفاش حتى خدات لا كومونيكاسيون ديال ديفيد غوفرين وانت عارفاه كيضرب في امارات المؤمنين وما خصناش نتبعوه؟ علاش في الاخير قلتي انت ضد غير تطبيع البيزنس وانت ماشي وانت مع التطبيع العسكري والامني؟ علاش سميتك تشاكو في اسرائيل؟ علاش ملي ما بغيتش نمشي معاك خرجتي ليا فلان وفلان وفلان يتهموني بداك الشيء اللي فيك؟ حيت انا امراه مستقله وشريفه وعفيفه والسمعه ديالي كتلمع عند رجال الدوله وعند الصحفيين وعند حتى السياسيين اللي كننتقدهم اشد الانتقاد. السمعه ديالي كتلمع. علاش شوهتي لي السمعه ديالي تضغطت ومشيت بحالي؟ هاد البلاد الله يخليك السي حميد المهداوي انا مع اختلاف الراي. انا ضد التشهير. الا بغى شنو سميتو الشرع يخرج كلنا اسرائيل يقولها ننتقدوه ونقول له الله يرحم باك كلنا فلسطين. وانا خرج الرمضاني اللي ما عطيتوش يمكن حتى انا عيطت للرمضاني هضرت معاه قلت له غادي ندوز عندك ولا غندوز عند السي حميد المهداوي ولا غنخرج ندير فيديو بوحدي وحده في الجوج. هذه قلتها لك انت هو قلت له ندوز عندك وقال لي مرحبا والف مرحبا. قلت له شنو هادشي اللي واقع؟ علاش ما خرجتيش تدافع على راسك واش انت كلنا اسرائيل؟ قال لي انا كنختلف مع الشرعي في هذاك المقال اللي كتب. قال لي انا كنشوف الفلسطينيين كيموتوا بالزم بحالي بحال كاع الناس. قلت له علاش ما خرجتيش تقولها؟ قال لي ما نعطيش للجمهور داك الشيء اللي بغا. لا قلت له حيت غادي نجاوبك شوف اقسم بالله العلي العظيم الا كيحترمك وكيقدرك وخليني نهضر. خلي داك الشيء والله العظيم ما غادي ندخل بخط بيض. لا ما غادي نقول لك 2 كلمات وغنحبس. عطيني حريه التعبير ما تقولش ديكتاتوري. خلينا الموضوع ديالك 2 كلمات والله هذا الموضوع هو اللي بغى يرمي قذف البذره ديال الخلاف بيننا حنا المغاربه ومشى تكل هي وشاف كلشي ولا كيتحارف بلاص الناس ما يخرجوا في المظاهرات. الله يعطيك الصحه الله يرحم لك الوالدين الا ما تخليني نقول الموضوع اللي انا جيت نقول في هذه الحلقه. انا جيت نقول فكره وحده الله يعطيك السر ما خليتينيش نقولها. لا ما الفكره ديالي هي اللي جا قذف واحد البذره ديال الشر باش المضاربه اللي كاينه بين اسرائيل وفلسطين وليو مضاربينها حنا بيناتنا حنا المغاربه في بلاصه ما نتحدوا يد وحده. السي بن كيران الا لا نبيله منيب
القياديين ديال جماعه العدوى الاحسان المحترمين، السي او حمان ولا شنو سميتو، ويحمان، الصحفيين والمدونين والمحتجين والمتظاهرين مع فلسطين. الله يخليكم، الصراع والعدو ديالنا واضح، هو بنو صهيون اللي جالسين كيفتكوا بخوتنا في غزه، والصراع ديالنا واضح، هو المغرب تكون عنده سياده وانفه ونحبسوا هذا التطبيع، وخليو خوتنا المغاربه نكونوا يد وحده وما نكونوش خفاف، كيف ما قال الحسن الثاني الله يرحمه، واللي جا رمي بيناتنا بدره ديال اننا نوضوا نضربوا ونوضوا نتهتكوا مع بعضياتنا ونهتكوا العرض ديال بعضياتنا. انا معك، الوحده هي هذا اللي واللي بغى يقول شي حاجه يقول احنا عندنا مقدسات في هذه البلاد، الوحده الترابيه والملكيه اللي جمعانا، وكل شيء قابل للنقاش. طبعا امام الهتك ديال الناس في فلسطين حنا مع اهلنا في فلسطين، ولكن في حماس كاين الناس عندهم عقل نقدي. انا كنفهم المقاومه حماس وكنتفهمها وتنقول معاها، كاين اللي ما معاهاش، كاين اللي تيقول علاش كضرب اللي غينوضوا الاسرائيليين يهتكوا بالفلسطينيين، واش حنا فاشيه؟ واش غتقتلوا العقل النقدي عباد الله؟ ان لم تكن معنا فانت مع الارهاب، ان لم تكن مع 20 فبراير فانت مع المخزن. ما تخليوش شويه ديال المنطقه الرماديه الناس يفكروا ويشككوا، واللي شككوا فكر تنوضوا ترفعوا عليه الشعار وتقولوا كاين بنو صهيون. ما فصلناش المغرب كاين بنو صهيون، كلنا مغاربه وكلنا مع اهلنا فلسطين، واللي قال شي كلمه خارجه ناقشوه ما تخونوش. كاين غير اللي كيبغي يجند عباد الله يديهم لتما هو الصهيوني، حيت بغات تدي عباد الله. ما عمري ما سمعت شي حد بغى يدي عباد الله لاسرائيل بالوفود وتخلص في حياتي، في حياتي ما عمري سمعتها، في حياتي عمري ما سمعت. الا ما بغيتيش تمشي تاكل الدق وتشهر بك وبالسمعه ديالك وبالعرض ديالك وبشرفك وبمصداقيتك قدام الغربه، تيدخلوا عندي الصحه ديالي يقولوا لي ما يفوتش بصح جندك فلان. فين هما الفلوس هادو ديال التجنيد؟ شنو شفتوني درت انا من بعد هاد 15 عام وانا كناضل ضد الفساد والحقره والظلم في بلادي؟ درت شي فيلا، درت شي طوموبيل تقولوا لي من اين لك هذا؟ ماني مخدميني فابور. كيفاش انا شفتوني في مؤتمر ديال الطم مع وهبي وخرجتوا فيا العيب وهي معلقه ديفيد كوفرين وقلتوا عليها رأفت الهجان؟ واش حنا في السنوات الخداعات؟ واش المسيح الدجال الا جا تبعوه؟ وحلوا عينكم الغربه كما قال الحسن الثاني وما تكونوش خفاف، وخليونا يد وحده في هذه البلاد، كلنا مع فلسطين، واللي يخرج فينا الخط نناقشوه بالتي هي احسن، لا للتخوين لا لنشر الفتنه وزعزعه بلادنا المغرب. حنا خوت وانا نبغيك تصالح مع الرمضاني، اقسم بالله كيحترمك وانت كتحترمو بجوجكم قلبكم بيض، واللي جا زرع بينكم شي فتنه ودخل بخيط كحل الله ياخذ فيه الحق. انا ما عنديش مشكل مع هذا، كيقول هضره وكنقول هضره، لا رمضاني ولا الشرعي، قسم لك بايات الرحمن غير ملزم نقول لك هاد الحوايج، والله ما عندي معاهم مشكل. انا عارفه، انا تنعرف على القضيه تماما انا حق والله ما عندي، كنختلف معاهم، انا تنختلف معاهم وباقي كنختلف معاهم. وقال لك الله سبحانه وتعالى ولذلك خلقكم، الاختلاف هو سنه بهدوء وبالتقدير وباحترام. وتنتمنى يكون عندي انا شي خويا في القصر اللي يفتح تحقيق في هذا الشيء اللي قلت، حيت انا ما يمكنش لي السمعه ديالي تضرب حيت ما بغاش نمشي لاسرائيل فقط وانتهى. شكرا جزيلا. انا تنشكرك السي حميد، كنت ممكن ندير فيديو ديالي ونخرج بوحدي في لاباج ديالي نهضر ونبقى نغوت، ولكن بغيت نخرج عندك وان شاء الله الرحمن الرحيم الا بغى رمضان ندوز عنده ونصالح وبقى تنصالحكم واللي دخل بيناتكم. شكون اللي رمضاني مسكين طالب معاش ولا طالب معاش بجوج؟ لا طالب معاش ماشي مفهوم زعما حنا غادي واش ما بين الافكار واش رمضاني بيني وبينه ولا غيره. هادشي كيلزمك اللي قلتيه طبعا كامل، طبعا كنتحفظ على بزاف د الاشياء قلتيها طبعا عادي، وهذاك الشيء كيبقى مع زعما عادي يا سي حميد. كنتمنى ما يكونش المرور بهذه الطريقه، كنتمنى يكون نقاش في صيغه اخرى، ولكن انت عاوتاني حاسه بزاف ديال النقاط اللي كانوا مزيانين بزاف. انت كتحاسب داك الشيء اللي كيضرك من حقك، انا ما يمكنش نصادر الحق ديالك. انا بغيت غير الجمهور الكريم يعني هذه النقطه مهمه ما تفضلت به ميسا هو يلزمها، وبغيتكم تردوا البال ولا يلزم الموقع. الاخت شامه درشول هي بالنسبه لي انا كحميد المهداوي يعني ردوا منها البال، حقها في الرد مكفول، كل شيء اللي قالت تجي تجاوب طرف مكفول، وعندك تصيفط لها السيفيات. اي شخص اخر يعني تمسك الاسم ديالو في هذه الحلقه فمن حقه الرد. بهذا متابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه، نشكر لكم طيب المتابعه والى